السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة العدس بتركة بسيطة كده هتخلي طعمه في حتة تانية خالص. انا هنا حطيت بصلة كده متقطعة صغير في شوية زيت وشوحتها شوية على النار زي ما احنا شايفين كده. كنت طبعا غسلت العدس بتاعي. البصل يا دوب وانا بشوحه قمت حاطه حوالي 6 فصوص توم كده مقطعاهم معاهم، وتتبيلة بسيطة قوي يعني ما تقلش عليهم كده على النار. وبعدين هنزل بقى بالعدس المغسول بتاعي مع طماطمايه مع بصلايه تانية متقطعه كده على بعضها وشويه كوسه زي ما احنا شايفين كده. هقلبهم بقى تشويحه كده حلوه مع شويه الزيت والبصل والثوم المتشوحين. التركه دي بقى بتفرق جدا جدا في الطعم من انك تسلقي الحاجات دي على طول. احنا هنسلقها بس بنشوحها الاول زي ما احنا شايفين. طبعا انا هنا حطيت شويه فلفل اسود، شويه فلفل ابيض، شويه بابريكا، شويه ملح يعني حسب بقى اللي عندك، شويه زنجبيل، كزبره. وقلبت ده كله بقى وخدتهم تشويحتين حلوين كده على النار. التركة دي يا جماعة هتخلي الطعم في ناحية تانية خالص، وعلى ضمانتي برضك انتوا عارفين ان انا لما بقول لكم على حاجة تبقى جميلة بجد. هنا انا زودت مية وغطيتها بيها الحاجات زي ما احنا شايفين. هسيبها بقى خلاص اغطيها واسيبها بقى إيه الحاجات دي كلها تتسلق مع بعضهم. وهنا انا على فكرة انا كنت زودت بطاطساية كمان زي ما احنا شايفين اهو. انا كنت هنا عامله شويه بطاطس، فانا اخدت يا دوب بطاطسايه واحده بس منهم متقطعه كده مكعبات زي ما احنا شايفين عشان تتسلق بسرعه. وخلاص على كده بقى. وهنشوف هنعمل ايه. ده شويه البابريكا، انا بقيت كل ما بنسى حاجه بقوم مصورها عشان اقول لكم عليها. هنا خلاص العدس بتاعي اللي اتسلق بكل الحاجات اللي معاه. جيت بقى فضيته في الخلاط عندي وضربته كويس قوي واداني القوام ده. ممكن تاكليه على كده وخلاص، وممكن تعملي له طشه بس انا بعمل له بقى بحط له شويه شعريه صغيره كده يعني اقل من كبشه الايد، وبحمرهم. وبعدين بقوم منزله بقى بيبقوا هم يعتبروا الطشه كده بتاع العدس، وتنزلي العدس فوقيه وتصبري بقى شويه كده 10 دقايق كده على النار او حاجه وخلاص تقفلي عليه. وبألف هنا والشفا. انا عشان كنت عامله رز فعامله شويه شعريه صغيرين. افرض ان انت مش عامله رز وعايزه تاكلي الشعريه بالعدس بس، بتكتري شويه ال الشعريه اللي عندك عشان يبقى مغمس بعض. انا هنا نزلت على الشعريه بالعدس بتاعه، وطبعا كنت زودت شويه ميه لانه كان تقيل. فيعني ده كمان بعد ما زودت ميه وكنت حطيت فلفل ابيض يعني ظبطت الملح. وشكرا لكم والسلام عليكم.